دكتور فهد البياري، حابين تحكي لنا عن موضوع العضوية بنادي الوحدات بالأيام هاي، خاصة أنه اليوم بنفتح باب التسديد للاشتراكات العضوية. يعني بداية يعني أود أني أقول أنه يعني العضوية في نادي الوحدات عندما فتحت تم قبول 1753 طلب. ال 1753 عند التدقيق يمكن سقط منهم 20 طلب ما تنطبق عليهم شروط العضوية، سواء أنهم حضروا مثلا بعد اليوم المحدد، أو أنه كان سنهم أصغر، أو أنهم ما استطاعوا يعني لديهم قضايا أخرى. صحيح اليوم يعني ببدأ تسديد الاشتراكات ورسوم الانتساب لهؤلاء الأعضاء اللي بتداولون الناس على انه احنا مطلوب منهم انه يدفعوا دينارين رسوم اشتراكات، رسوم عضوية، رسوم انتساب، ودينار عن شهر 11 شهر 12. هذا امر غير صحيح. مطلوب انه يدفع دينارين رسوم انتساب، وله الحق العضو انه يسدد اشتراكاته للسنوات التي يريدها. بيقدر يدفع عن سنة، بيقدر يدفع عن سنتين، عن 3، والنظام بيسمح له ذلك. ايضا سأعمل على اقناع زملائي في مجلس الادارة انه قصة 2 و4 هذه قصة جدلية ويعني غير مقبولة. الاصل ما دام العضو استوفى شروط تقديمه للطلب، جاب عدم الحكومية إلا عدم المحكومية، قدم الطلب، الصور الشخصية، بمعنى وأجا قدمه شخصي، يحق لهذا العضو خلال 3 أشهر مش شهر 11 على أنه يقدم طلبه وأن يسدد في الوقت الذي يراه مناسبا. النادي بيفتح على الساعة 2، معاه من 2 ل10 8 ساعات، لا مش 2 و4، الأصل طيلة أيام هذا الأسبوع. سأحاول إقناع زملائي في مجلس الإدارة بهذا الموضوع، وأن لم أستطع سأحاول أن أخاطب الجهة المسؤولية، مديرية شباب العاصمة، مديرية الأندية، معالي وزير الشباب، لأنه في النهاية هم الحكم. لن أسمح لأي شخص أيا كان أنه يتم التعدي على حقوق العضوية. حق العضوية في نادي الوحدات حق مقدس. هذول الناس بيحبوا أنهم يكونوا في الوحدات، مرحب فيهم. هذا النادي شعارنا كان احنا في الكتلة اللي كنت أرأسها، هذا النادي نادي للجميع. كان شعار أول بند في بياننا الانتخابي هو فتح باب العضوية وإعادة المفصولين. استطعنا أنه نوفق في أنه نفتح باب العضوية لمدة 4 أيام. يعني أعد أعضاء الهيئة العامة، أعضاء النادي، أعد محبي النادي، عشاقه، أن أفتح باب العضوية مرة ثانية وثالثة إلى أن يكون الباب دائما مفتوحا. شرف عظيم أن يكون في الوحدات 20,000 30,000 و40,000. ما في فرق بيننا وبين النادي الأهلي اللي فيه 100,000 عضو. نادي الوحدات كبير، نادي الوحدات نادي جماهيري، نادي الوحدات عشاقه كثار. مطلوب أن يتاح لكل من يريد أن ينتسب لهذا النادي الكبير أن تكون دائما الإدارة مرحب فيه. سأحاول مع زملائي مرة ومرتين و3 من أجل أن يكون النادي للجميع كما كان شعارنا في كتلتنا الانتخابية. دكتور، بالنسبة للجهاز الفني ونتائج الفريق الأخيرة والمحترفين القادمين على نادي الوحدات، يعني نتائج الفريق أنا بعتقد صحيح أنه إحنا خسرنا مباراة نساف، وهذا فطبل، في خسارة وفي فوز، لكن هي ليست نهاية العالم. حققنا نتائج جيدة، فريق قدم مباريات جيدة، خسر مباراة، مش آخر العالم. في الدوري ماشيين. سبب اهتزاز نتائج الفريق انه الفريق يقاتل في المنتخب وفي آسيا وفي الدوري. هذه ال3 جبهات عملت إجهاد على الفريق، إجهاد بدني. الضغط النفسي على الفريق ضغط كبير. سبب في ذلك انه هذا الفريق بيحمل بطولات 4 في المرحلة السابقة أو في الدوري السابق. كل هذا أثر على الفريق. تغيير الجهاز الفني السابق واستبداله بجهاز فني حديث، الطريقة اللي بيلعب فيها هذا الجهاز تختلف عن الطريقة الثانية.
كان له تأثير على الفريق. أنا بطمئن جماهير الوحدات أنه فريق الوحدات فريق متميز. النتائج قد لا تدلل على أنه يقولوا لي أنه هو غير متصدر أو أنه خسر، لكن أنا أقول أننا نملك فريقا متميزا، فريق كله نجوم، فريق منتمي، فريق خلوق. وأطمئنهم أنه الوقت لا زال مبكرا، الوحدات سيكون في القمة. بطمئنهم أنه الفريق مميز، أنه الجهاز الفني بآخر اجتماع معه يعني بطمئن جماهير النادي على أنه هذا الفريق سيعود لاحتلال موقعه الطبيعي اللي هو موقع الصدارة. صحيح أنه إحنا عندنا بعض النقص في بعض الخطوط. الجهاز الفني والإداري في آخر اجتماع مع مجلس الإدارة قال أنه عندنا نقص في خط الهجوم وفي خط الدفاع. كمجلس إدارة كلفنا الجهاز الفني والإداري البحث عن مهاجم متميز ومدافع أيضا ظهير يمين متميز في إدارة الوحدات. احنا ما راح نقصر في انه يكون دائما فريق الوحدات في القمة، وانه فريق الوحدات دائما يكون في المستوى اللي جماهير الوحدات انها بتطمح انه يكون فيه. جماهير الوحدات يعذرونا انه اخفقنا في اسيا، لكننا كسبنا فريق الكل بيشيد فيه في المستوى الاسيوي، المستوى العربي. نادي الوحدات نادي مميز، وفريق الوحدات فريق مميز. يكفينا فخرا انه احنا يعني اخذنا رقم 94 بين اندية العالم، يعني دخلنا نادي ال100، وهذا يعني شرف عظيم للوحدات. ما كنا لندخل لولا هؤلاء النجوم اللي يعني قدموا للوحدات كل ما يستطيعوا. دكتور، بدي أسألك عن موضوع الهتافات اللي وجهت لك في الملعب. شو بتحكي للجمهور؟ شو رأيك؟ لا أنا حتى ما أظلم الجمهور. هو ليس الجمهور اللي هتافات. الهتافات لم تصدر من الجمهور. الهتافات يعني صدرت من فئة محدودة معروفة بتعمل بأجر لبعض الأشخاص عند أطراف معينة. الهدف منها انتخابي لا علاقة له بالنادي لا من قريب ولا من بعيد. جماهير النادي جماهير واعية، وبتعرف انه ادارة النادي ورئيس النادي مش هم اللي بينزلوا على الملعب، ومش هم اللي بيجيبوا جوان. ادارة النادي ورئيس النادي مهمتهم انهم يجهزوا الفريق، انهم يدعموه، انهم يهيئوا له الظروف المناسبة، انهم يهيئوا له النفسية المناسبة. واعتقد انه الادارة غير مقصرة في هذا الموضوع. لكن زي ما قلت لك انه في بعض الاشخاص مرتبطين يعني باشخاص لهم مصالح انتخابية، سواء كانت هذه المصالح آنية أو مستقبلية، يعني بيهتفوا لشخص وبيهتفوا ضد شخص. هذه أمور يعني ما بتأثر لا من قريب ومن بعيد. ويعني احنا أبناء الوحدات، وأبناء الوحدات بيعرفوا بعضهم كويس، ومعروف مين الذي ينتمي للوحدات والذي لا يقدم للوحدات، ومعروف مين اللي له مصالح شخصية ضيقة. يعني هذه النقطة أنا لا أقف عنها، بالعكس. جماهير الوحدات جماهير بعتز فيها، جماهير واعية متميزة، بل بالعكس دائما هذه مقولتي انه ما يميز الوحدات عن بقية الأندية سواء المحلية والعربية هذا الجمهور الرائع اللي احنا بنشوف. هذا الجمهور المنتمي اللي حقه علينا دائما في انه يعني فريقنا اللي هو فريق الوحدات دائما نقدم ان يبذل الغالي والنفيس من اجل اسعاد هذا الجمهور. هذه الجماهير دفعت ضريبة ولا زالت تدفع، ودفعت ضرائب متعددة وفي مواقع متعددة. مطلوب من إدارة النادي ومن الأجهزة الفنية والإدارية ومن اللاعبين أن يقدروا هذا الموقف، ويعني أن يبذلوا كل ما بوسعهم من أجل أن تكون دائما رؤوس هذه الجماهير مرفوعة، وإن شاء الله ستبقى مرفوعة وسيبقى الوحدات دائما في الصدارة إن شاء الله. دكتور فهد، عبر جيران سبورت هل تعد جمهور الوحدات بالتواصل معه في الأيام القادمة؟ وكلمة أخيرة وجهها للجمهور. أنا بقول لك إنه يعني كنت أتمنى إن أظهر على جمهور الوحدات بعد بطولة آسيا ونحن وقد حققنا هذه البطولة. يعني غيابي الإعلامي في الأشهر الماضية كنت أود أن أظهر عليهم
بإنجاز سواء في آسيا أو بتصدر الدوري أو ببطولة كأس. لكن والأمور حصل كذا، أنا أعد جماهير الوحدات أن أكون أسبوعيا على مواقع النت المختلفة، يعني لن أتحيز لموقع لموقع، سأكون على المواقع جميعها وفي جريدة الوحدات وحتى في لقاءات في جماهيرية في النادي، حتى أضعهم بصورة كل ما يجري في الوحدات، حتى يكونوا دائما يعني على علم بدقائق الأمور بكل صغيرة وكبيرة وكل شاردة، حتى يعرفوا الوحدات من الداخل. أنا بطمئنهم أن الوحدات يعني ناديهم سيبقى نادي كبير، وفي الوقت الذي لن نستطيع أن نخدم الوحدات بالطريقة التي يرغبونها لن نكون في هذا النادي، سنكون دائما مشجعين ومحبين وعاشقين لهذا النادي الكبير.